ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا ديزاين مختلف. الديزاين بتاع النهارده اطفالي عشان هنشتغل على سيمبا. زي ما انتم شايفين معايا في البدايه الكيك معايا مقاس 16، ارتفاع ما شاء الله 5 طبقات، ارتفاع عالي. وزي ما انتم شايفين سمك الكيكه ما شاء الله عالي جدا، وكمان يمكن معدي عن سمك الكريمه، عشان في بنات بعتت لي على الخاص صور للشغل بتاعها. الكريمة بتاعتها بتكون اكتر من الكيك، ودي مشكلة كبيرة جدا. انت كده العميل لما هيجي ياكل هياكل كريمة فقط. وثانيا لما تحطي كمية طبقات، لو انت مثلا عملتي طبقات عالية فوق بعضها، بالتالي بعد كده هتهبط معاكي، لان انت يعتبر العامل اكتر اللي شايل الحاجة الكريمة مش كيك. فدي مشكلة كبيرة هتقابلك بعد كده لو انت حبيتي تعلي الطبقات وابتدت ان هي تخرج معاكي اوردرات، فهيكون فيها مشكلة كبيرة جدا. فلازم تاخدوا بالكم من النقطة دي يا بنات. الكريمة بتكون قد الكيك يا اما تكون اقل من الكيك كمان. زي ما انتم شايفين انا اشتغلت على الالوان دي. ده لون اورنج انا حصلت عليه. هو مش اورنج صريح، هو زي اللون الناري كده. حطيت عندي لون احمر مع لون اصفر عشان اوصل الدرجة اللي انا عايزاها دي. وبعد كده حطيت من تحت درجة صفرا زي ما انتم شايفينها، ومش ملونها كريمة او كمية كبيرة من الالوان زي ما انتم برضو واخدين بالكم في التصوير. وبعد كده جبت الطبقات ديت انا بطبعها على ورق كوشيه. في اي مطبعة انا بنزل الصور من على برنامج اسمه بنترست، وبعد كده انا اللي برتب الصور دي. ممكن انت تنزلي الصور جاهزة، بتنزلك معاكي في شيت كده، بتنزليها جاهزة في ورقة واحدة وبتروحي تطبعيها. انا بطبع بالنسبة للمقاس الورق بتاعي بيكون ورق اسمه E4، ده الحجم بتاعه. لكن كام جرام؟ انا بحب 300 للطبقات والفراشات، بتكون حلوة جدا. لو انا حابة هنيم صورة مثلا على الكيك بحب ان انا استخدم 250. وزي ما انتوا شايفين حطيت عندي الالواح النارية دي انا عاملاها من السكر. ان شاء الله لو حابين تشوفوا الطريقة بتاعتها اعمل لكم باذن الله فيديو مخصوص ليها. انا كنت عاملاها في فيديو برضو نازلة هنا. كنت عاملة بيها لولي بوب، ولكن المرة دي مرضتش اصورها بصراحة لان انا كنت نزلتها قبل كده. لو حابين تشوفوها تاني ان شاء الله ممكن نعملها باذن الله في فيديو بعد كده. زي ما انتوا شايفين هي عشان النتيجة بتاعتها ناجحة جدا وهشة، فبالتالي وانا بضغط عليها اتكسرت، فدي مش مشكلة تقابلني، ده بل بالعكس، ده كده اللولي بوب بتاعي ناجح جدا. بعد كده مش هيضطر او مش هياخد رطوبة ويبتدي ان هو شكله يتغير عن الشكل اللي انا اشتغلت بيه. وبعد كده الصور دي انا بفرخها يا بنات عادي خالص بمقص، وببتدي بقى اجيب عجينة السكر اللي احطها عندي على الكريمة. لازم اكون منشفاها ببودرة CMC عشان تكون ناشفة معايا ما تعرقش، ولازم كمان اعزلها بشوكليت زي ما انتم شايفينها كده، عشان لو برضو حصلت الكريمة ما يحصلهاش اي قلق او اي مشكلة. لاني عقبال ما بتقعد عندي، عقبال ما العميل يجي يستلمها، عقبال ما ياخدها يبتدي يعمل بي سيشن، فبتاخد وقت، فعشان ما يبقاش في اي قلق خالص على عجينة السكر. وزي ما انتم شايفين كده، معلش بقى اعتذر ان ايديا فيها الوان، لان اصلا كمان الكادر انا ما كنتش مهتميه بيه، لاني كان عندي في الوقت ده ضغط شغل، وبالتالي كان في حد تاني شغالين معايا، وبالتالي انا كنت واخده كده جنب لوحدي. فيا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. هو انا عارفه ان هو صغير جدا، بس يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو كالعاده ما تنسوش لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. العاده هقول لكم اي حد عنده اي استفسار يسيبولي تحت في التعليقات، وان شاء الله هرد عليه بنفسي. ولو الاستفسار بتاعك انا مش هقدر اوضحه لك في التعليق، ان شاء الله هعمل لك فيديو مخصوص باذن الله. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.